العراق بيه صالات قمار ما موجودة حتى بمونتي كارلو، ويوميا معدل في هاي صالات القمار في أماكن محددة، وإذا تريدون أقول لكم وين، بس مو الآن على الهواء مباشرة، لأنه أيضا أنا ما أريد أحارب الآخرين. وارد هاي الصالات يوميا المعدل، وعندي دراسة، $2,000,000. الأحزاب الإسلامية خلي أحدد، اللي تمتلك ميليشيات، اللي تمتلك أجهزة وقوات مسلحة، اللي تمتلك إمكانيات هنا بالعراق، وتحديدا خلي أخصه علنا، ماكو لاعب ولا كذا، الشيعية منها. طبعا أتحدث عن البعض، ما قلت كل الأحزاب، ما قلت كل لا، واضح أنه أنا المن أعني. متقاسمة الأموال والواردات مع منو؟ مع هاي الصالات. أحد الأحزاب يوميا $500,000 يسلم من قبل هاي صالات القمار، يمول بيها ربعه وجماعته، وإلا هذا الصرف والاستيلاء على أرض العراق وهاي الدعاية الكبيرة. من يجيبون الأموال؟ من $500,000 يوميا؟ نعم، عدة وزراء مستولي مثلا على النفط يلعب بالدولة العراقية، هذا كله صحيح، بس أنا أحكي واحد تيجي يوميا $500,000، أكو من عندكم واحد يرفضها؟ لا طبعا. هاي اللي متعلقة بصالات القمار اللي قلت ما موجودة لا بمونتي كارلو ولا بلندن ولا حتى ببيروت، ما موجودة هيك صالات اللي موجودة الآن عندنا بالعراق. الملاهي اللي بيها، تعرفون الملهى منو يعني شنو بي بنات وبي، مو تمام؟ حزب آخر ثاني إسلامي شيعي يحمي الملاهي بالعراق، مقابل أموال صاحب الملهى يعطيه إياه. هاي صار اثنين. البارات، انتوا شلون تتصورون انه الناس فاتحه البارات والناس تطب وتطلع بالبارات بكيفها؟ هاي يعني هيك احنا دوله سائبه، ما عندنا حكومه، فمنو اللي يحميهم؟ يحميهم حزب اسلامي شيعي ثالث، هاي حصته ياخذها من البارات يوميا. والا شنو التصريح لما يطلع لك فد رئيس كتله بالعراق وشخصيه محترمه، ما اريد انا اتحدث ضده، يقول لك 72 ملهى بالعراق مو رسمي؟ من لك هاي الإحصائية؟ احنا نواب واقفين ما عندنا هاي الإحصائية، شلون انت عندك؟ لا، فلازم تفهم بأنه هاي الدولة جاي يسيرها هؤلاء أدعياء الإسلام المزيف، وعايشين على العرق، وعايشين على النساء الساقطات، وعايشين على القمار، يتقاضون أموال. وهذا الوضع بالعراق منذ سنين، وعندهم أموال وفلوس. هسه اجوا منعوا العرق. ليش؟ لانه الخشخاش، انتبه شويه لهاي النقطه، لان الخشخاش جاي ينزرع بالعراق وتحديدا بالجنوب. الخشخاش شنو؟ اللي يطلعون منه المخدرات. بعد لانه الحبوب اللي بالملايين جاي تستورد من ايران، فاكو ناس على باب الله يوميا يدخل سيارات حبوب ومخدرات للعراق. اذا انت تشرب عرق، وين تدور الحبه والتخدير؟ ما تدور هذين، انت يوميا تدور على العرق، لو تدور على البيره. ليش قوطيه البيره ببغداد ب$1000، بالبصره ب5000؟ اسالكم هاي ال4000 منو ياخذها؟ ياخذها حزب اسلامي. طبعا لو مو اللياقه والادب والاحترام للسادة النواب ولمجلس النواب وللشعب العراقي وانتم الحضور، كان حكيت لكم غير حكي. يعني بس اتلفظ بس كلمة واحدة اللي هي ما يليق. حتى القوادون في العراق يدفعون اموال لاحزاب اسلامية في الجنوب وبغداد. حتى يعني واحد شلون يحكي ما اعرف، وهذا الشيء نعلم به وندري وساكتين، وتجيني انت بمجلس النواب الان بهذا الظرف العصي والصعب، واللي يقاتل وجاي يقدمون ضحايا، الواقفين امامكم عندهم قوات وعندهم عساكر ويقاتلون. هذا الرجل رجع من الجبهه البارحه، صار له اشهر هناك يقاتل. هذا الرجل عنده فرقه، من يتوقع اكو عنده جوزيف صلاوه فرقه تقاتل دفاعا عن العراق وضد داعش؟ اكو واحد يتوقع؟ دول مقاتلين. بهذا الظروف الحساس والحرج انت تشرع لي هيك قانون؟ استغليت الظروف. لو احنا ما موجودين، صار ما يتعلق بي، احنا امس ثلاثتنا ما موجودين، ما يتعلق بي، كنت باللجنه القانونيه جاي اصيغ الصياغات النهائيه لحل مجلس المفوضين للانتخابات، وقدمته وراح نقراه باذن الله، لان اكو عندنا قضايا هوايه مهمة احنا مشغولين بها. تدخل لي فقرة بالاخير، مادة بالاخير، وتقول لي احضر الاستيراد. ليش؟ حتى انت من تحضره الضرائب تزداد. اخر كلمة اقول لكم اياها حتى تعرفون، هل ايام واردات العرق والخمر وواردات الملاهي هالايام اللي احكي بها عن، وواردات صالات القمار قلت، مو مثل قبل 6 اشهر والعام الماضي. العام الماضي كانت مضاعفة لان فلوس ماكو فقلوا. من يمنعوا؟
راح يصير تهريب. من يصير تهريب يتحول البطل 100 اضربه في 500 السعر، فهو راح يستفيد، هو راح يهيمن لان عنده سلطه، عنده قوه، عنده ميليشيات، عنده سلاح، هو اللي راح يجيب لك العرق ويبيع العرق. شكرا.